ما تخافش، الفيديو ده مش هيضيع وقتك، لاني هعلمك ازاي تعمل حركة سين جارنير دي في 3 دقايق. اول حاجة هنقسم الحركة دي ل3 حركات. اول حركة وهي التريانجل موف، ودي هتدوس على الكرة وتحاول تعمل مثلث بالكرة زي كده. الاول اعملها ببطء، وبعد كده ابقى زود السرعة تدريجيا لحد ما تبقى سريع زي كده في الفيديو. تاني حركة وهي الفي سويتش برجل واحدة، ودي هتبقى بالشكل ده. هترجع الكرة لورا وبعد كده تزقها لقدام ناحية رجلك الشمال، وترجع تجيبها تاني برجلك اليمين زي كده بالظبط. خد بالك انك لازم تزق الكرة بوش رجلك. حاول تعملها ببطء في الاول لحد ما تاخد عليها، وبعدين ابتدي سرع واحدة واحدة. تالت واخر حركة وهي الفي سويتش دراج باك، ودي بالشكل ده. هنعمل الفي سويتش وهنزود عليها حتة صغيرة. هترجع الكرة لورا زي الحركة اللي فاتت وتزقها لقدام في اتجاه رجلك الشمال، وبعد كده توقفها برجلك الشمال وترجع تزقها لورا تاني وتستلمها برجلك اليمين زي كده بالظبط. ودلوقتي يلا نعمل ال3 حركات مع بعض. اسرع شوية هتبقى بالشكل ده. الحركة دي مفيدة جدا لانها بتحسن كنترولك على الكورة، فكل ما تتمرن عليها كل ما تبقى فيها كويس وكنترولك هيتحسن جدا. وبكده تكون اتعلمت حركة سين جارنير في 3 دقايق. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتكتب لي في الكومنتس عايز نعمل الفيديو اللي جاي عن ايه. سلام عليكم.